اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. ومبروك امبارح على زمالك موبايلي، وكان حفله جميله وبدايه يعني يمكن دي اول مره نادي الزمالك بيبتدي حاجه تسويقيه بجد فعلا، فبتمنى لكم التوفيق، وكانت حفله منتهى الاحترام ومنتهى الجمال فيها يعني. الله يخليك يا فندم، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وينجح المشروع. وزي ما حضرتك شفت يعني مجلس الاداره والشركه اللي احنا اتفقنا معاها وبنتعامل معها عندهم رغبه كبيره جدا في انجاح هذا المشروع اللي هو بيعتبر الاول من نوعه في جمهوريه مصر العربيه. تمام. يعني فكره زمالك موبايل دي اول مره تطبق. يعني في ناس بتقول لاول مره الزمالك بيسبق الاهلي في حاجه، دي يمكن امبارح حتى اتقالت في هي مش قصه سبق يا كابتن، يعني انت لا يعني بقى الحاجات الطريفه يعني. انما هو ربنا كرمنا المره دي، يعني كل مره كنا احنا اللي بنبقى الفكره معانا وبعدين بتحصل ظروف تاخر التنفيذ. يعني القناه الفضائيه يمكن حضرتك تعلم انه من 2006 واحنا بنفكر فيها، وكان في بعض العروض وكده، بس الزمالك اتاخر فيها يعني. تمام. فدي كانت مشكله لينا. الاهلي دايما بيشتغل بسرعه اكتر من الزمالك طبعا. يعني الانجاز يمكن زي ما حضرتك عارف، لان في استقرار في النادي الاهلي اكتر من اللي موجود في نادي الزمالك من حيث الاداره يعني. طبعا دكتور، حضرتك عارف تغير الاداره برضه ده بيأثر كتير يا كابتن يعني مبروك على امبارح وحفله امبارح، وان شاء الله اعتقد دي هتبقى حاجه جديده ندخل فلوس وحاجه مهمه تسويقيه بسبب الاحوال اللي موجوده في الكره المصريه بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص، انها تساعدك في النواحي الماليه في الازمات المتواجده. يعني اكيد هيبقى دخل قوي لو جماهير نادي الزمالك شاركت فيه بجد يعني. طبعا احنا محتاجين طبعا تكاتف في جماهير نادي الزمالك من اجل انجاح المشروع، لانه من غيرهم طبعا المشروع ده مش هينجح. احنا بندعو جماهير نادي الزمالك ان تشارك معنا في هذا المشروع وتساعد نادي الزمالك في نجاحه وفي ادخال رزق، يعني باب، يعني نقول دخل كبير ان شاء الله للنادي. احنا متفائلين ان شاء الله. معايا الخبر النهارده ان بكره حضرتك عاملين اجتماع لاسقاط الجبليه واسقاط مجلس الجبليه واسقاط مجلس اتحاد الكره المصري. الكلام بكره هيبقى ماشي ازاي يا دكتور؟ يعني شايفين ايه؟ هتشاركوا يوم 25 في الجمعيه العموميه اللي هي غير رسميه دي، ولا هتبقى ايه قرارات يا فندم؟ هو حضرتك الاجتماع بكره مش معمول بس لجبهه المعارضه، يعني الزمالك ده بكره المجالس كلها الجمعيه العموميه بصفه عامه، سواء المعارضين او المؤيدين، دعوه عامه لجميع الانديه اللي لديها رغبه في المشاركه في هذه الجمعيه العموميه غير العاديه. واللي مطروح طبعا بعض المسائل والموضوعات اللي تتعلق بشؤون الكوره في مصر وبنتناقش فيها، على الاقل انها تكون تمهيد او يعني بروفا للي ممكن يحصل يوم السبت او يوم الاحد في الجمعيه العموميه. انتوا بتنادوا كلكم حضرتك في نادي الزمالك الى اسقاط مجلس اتحاد الكره المصري، وشايفين ان هو غير جدير ان هو يكمل يعني المده بتاعته، شايفين ان في نواقص كثيره. هو من وجهه نظر مجلس اداره نادي الزمالك حاليا يعني ان الاتحاد لم يوفق في اداره منظومه كره القدم في الفتره اللي فاتت لاكثر من سبب، والاسباب ديت يمكن هتكون مجال للنقاش بكره ان شاء الله مع الساده رؤساء الانديه او ممثلين الانديه اللي هتحضر باذن الله. طيب مباراه الزمالك والاهلي قادمه هي مباراه نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك هو اللي هيستضيفها وهو اللي هينظم هذه المباراه. اعتقد ان دي اصعب مباراه في الدوري المصري من سنوات طويله يعني. ايه استعدادكم لهذه المباراه؟ عاملينها ازاي؟ مستعدين ازاي؟ انا كابتن عازي كان معايا قال ان الاستاد هيبقى 54,000، هتطبع 54,000 تذكره بس، وده هو طبعا اقل من السعه الرئيسيه للاستاد. ايه يعني استعدادكم ازاي يا دكتور؟ والله يا فندم الجانب التنظيمي ده طبعا بيسند للي علاء مقلت اللي هو مدير عام النادي، بس طبعا احنا بنحاول بقدر الاستطاعه ان التنظيم يخرج في صوره جيده وبصوره تدي طبعا انطباع طيب عن نادي الزمالك وعن قدرته على تنظيم مثل هذه المباريات. وحضرتك عارف ان الوقت الحالي واحتدام المنافسه على البطوله ده قد يؤدي الى بعض الصعوبه في التنظيم وفي التعامل مع الجماهير، لكن احنا طبعا ان شاء الله ربنا يوفقنا بمساعده الشرطه ومساعده القوات المسلحه اذا كان هيكون لها دور يعني. دكتور معلش بطول عليك، التنظيم حضرتك عارفه اللي بيبقى تنظيم عادي يا كابتن يعني. تمام. الجماهير اللي عارفه الماتش ده زياده دكتور بس في القوات الامن اللي هتبقى موجوده ان شاء الله. الماتش ده دكتور مختلف نوعا ما شويه، يمكن اول مباراه زمالك واهلي من في الظروف اللي احنا فيها دي. هل في حد هيقعد مع مثلا التراس زملكاوي؟ هل في تواصل مع الجماهير ان يطلع الماتش بطريقه معينه، ولا ما فيش علاقه بالموضوع بالمجلس؟ يعني في تواصل مع جماهير نادي الزمالك ومع مجموعه المشجعين اللي هم وايت نايتس.
وفي محاوله من جانبنا طبعا ان احنا نقول لهم ان دي مباراه وديه وفيها مكسب وخساره، والروح الرياضيه لازم تكون هي اللي سائده. وده من ناحيتنا احنا كنادي زمالك. نتمنى برضه ان الجانب الاخر في النادي الاهلي تكون نفس ما انا اتمنى من الناديين، يعني انا بتكلم مع حضرتك عشان حضرتك مسؤول في الاداره. هتدور ان شاء الله في اطار من المنافسه الشريفه. يعني انتوا حضرتك هتتكلموا مع المشجعين الوايت نايتس، تتكلموا عندكم صلات بيهم يعني قيادات اللي هم المشجعين بتوع الالتراس على اتصال احنا دائم بيهم، وبنحاول برضه يعني من جانبنا ان احنا نوجههم في الاتجاه الصحيح يعني، ونحاول نقلل من حده الانفعالات والتعصب ونحاول نبين لهم ان ده المكسب والخساره وارد في الرياضه، يعني زي ما حضرتك عارف يا راجل، يعني لاعب كبير وعارف انه احتمالات المكسب والخساره وارده طبعا، واحيانا بيبقى في توفيق واحيانا اخرى بيبقى في توفيق. فبنحاول نقنع الناس بانه تقبل النتيجه ايا كانت ان شاء الله. بشكرك دكتور اسامه المليجي عضو مجلس اداره نادي الزمالك.